الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السبت 15 فبراير تمكنت قوات الخلية الأمنية محلية الحصاحيصة بقيادة المقدم صديق الأمين قائد قوات العمل الخاص ولاية كسلة والرئيس المناوب للخلية الأمنية محلية الحصاحيصة من ضبط إعلامي ميليشيات الدقلو مهند الإدريسي. هيا مهند، المعاملة كيف؟ وتكلمنا عن شغلك مع ميليشيات الدقلو الإرهابية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الإعلام مهند الإدريسي. استغلتني الميليشيات في شغلها الإعلامي وتضخيم صورتها في محلية الحصاحيصة، وبيعمل حاجات ما كانت يعني قانونية أو حاجات هي تكون صغيرة. هم بيحاولوا يدخلوني، استخدموني أنا واستخدموا اسمي في الحاجة اللي هم كانوا بيستخدموها في العمل الإعلامي بتاعهم. اشتغلت مونتاج وإعلام حربي وكله، وإعلام مع المواطنين وكله. أنا اشتغلت تصوير ومونتاج لأعمالهم كلها، حتى كان بتحاول تضخم الصورة الكبيرة الميليشيا دي في الإعلام وعن عملياتها وقادتها. طيب الآن أنت جوا الخلية الأمنية وتم قبضك بحمد الله، ومعناها الخلية الأمنية صاحية. الخلية الأمنية شنو؟ صحيح. والتعامل كيف؟ والله حقيقة شاكر للتعامل، شاكر للضباط، ضباط صف وجنود الخلية الأمنية، شاكر للتعامل الراقي الجيد من زول وطني، من جيش هو همه السودان وهمه يحرر كل السودانيين من العذاب وإيلات الدقلو الإرهابية. الميليشيات اللي خربت السودانيين، خلت الناس في الشر، خلت الناس في المدارس، خلت الناس ما تقدر تشتغل، خلت الناس كلها تتفرق عن بعض بسبب أعمالها الوحشية. فأنا من هنا بهني القوات المسلحة بانتصارات كبيرة، أتمنى لها أن تحرر كل السودان وتحرر كل نفس وقعت في خطأ كبير جدا في انه هي تساند الميليشيات وتساند اعمالها الاجراميه. يعني انت عارف خطورة الموضوع اللي قمت به اعلاميا ده؟ عارف خطورة انك انت كنت شغال اعلام لميليشيا قد تقتل وتغتصب وتسرق وتنهب، عارف ولا ما عارف؟ حقيقة انا وقعت تحت ضغط كبير جدا، وانا عارف الحاجات اللي بعمل فوقها دي، وربنا ان شاء الله يغفر لجميع الناس اللي اشتغلوا شغل يعني ما عنده علاقة بالدولة. وثاني بهني القوات المسلحة كل الجنود والضباط على الانجازات الكبيره دي. هنا المعامله كيف؟ المعامله سمحه. اكلك كيف؟ الاكل شرابك كيف؟ والشراب متوفر. لابس بدله؟ ايوه. طيب الان سياده المقدم صديق الامين قائد قوات العمل الخاص الرئيس المناوب للخليه الامنيه محليه الحصاحيصه في كلمه. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وبعد. اولا احنا نرحب بخطاب خاص لاخواننا الاعلاميين الوافدين من كسرة العمل الخاص واعلام كسرة لتعبدهم النشاط وصولهم الينا في ولايه الجزيره محليه الحصاحيصه الخليه الامنيه. طيب، بحمد الله تم افتتاح الخليه الامنيه بتاريخ 4/2/2025 بقوه قوام مقدر تعمل على استتباب الامن والقضاء على بعض الخلايا التي يعني تركها خلفه العدو. غدمت من كسلة، والحمد لله قامت بأعمال يعني وطنية جسيرة أو جسورة، قامت بأعمال يعني نحسبها أعمال رجال، والفضل يرجع في المقام الأول بالتوفيق الإلهي، والفضل يرجع لهؤلاء الأشاوس الذين يقفون الله أكبر يعني تكبدوا التعب وسهروا الليل بالنهار حتى يعني يصلوا لكل من صورت له نفسه بالمساس في ولاية الجزيرة الحبيبة. من ضمن الإنجازات والأعمال يعني هؤلاء الأشاوس لم يتركوا صغيرة وكبيرة إلا وصلوها، فكان من ضمن قضياتهم أن أتوا براس الإعلام الذي يعني ضخم وروع بإعلامه كل ولاية الجزيرة مع هؤلاء الأوباش الأبطال قاتلهم الله، وإحنا لهم إن شاء الله بالمرصاد. الله اكبر الله اكبر حتى آخر شبر من هذا الوطن الحبيب، ومعاهم إن شاء الله ليم دارفوق واللي كفن ديبيو
كفيه القنجي والدفاق وبغادر واحنا ان شاء الله. احنا بنقول لاي زول مس بهذا الارض الجزيره الطاهره، احنا ان شاء الله نصلك محل ما كنت انت الله اكبر. يعني مخبي فيه. الخلية الأمنية من إنجازاتها أيضا يعني لم تترك حق مواطن أخذته النفوس الضعيفة إلا ووصلت إليه وجمعته في ساحة الخلية الأمنية. الله اكبر. مقدرين ومقدرين لكم في إخواننا في الإعلام، وإن شاء الله مزيد من الإنجازات ومزيد إن شاء الله من العطاء. والسلام عليكم ورحمة الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.